لكل متابعين شيف دودو، النهاردة هنقدم صينية جديدة، صينية غدا جميلة، صينية الخضروات المشكل باللحمة المفرومة في الفرن. زي ما انت شايفة كده، حاجة في قمة الروعة. ممكن تعمليها بطريقة لذيذة وتقدميها مع رز أبيض أو رز بالشعرية. هنجيب بتنجانة كبيرة، هنعلمها كده علامات زي ما انت شايفة كده، خط اه وخط لأ بالقشارة، وهنقطعها مربعات صغيرة كده. وهنجيب 3 بطاطسات، هنقشرهم ونقطعها مربعات صغيرة زي ما انت شايفة كده بالظبط. نفس النتيجة دي هننزل بيهم في صينية، وهنحط رشة ملح كده، ورشة كزبرة، ورشة زعتر، ورشة كركم، ورشة كاري، ورشة فلفل اسود كده خفيفة. وهننزل بزيت زيتون او زيت ذرة عادي، حوالي تلت كوباية كده، نغرق جميع المكونات بتاعتنا. وهنبتدي نقلب المكونات بتاعتنا كده في الصينية زي ما انت شايفة، وهندخلها في الفرن لمدة نص ساعة على درجة حرارة 200. هنيجي نحضر اللحمة المفرومة بتاعتنا بالبصل التتبيلة. هنجيب بصلاية ونقطعها طرنشات زي ما انت شايفة كده بالسكينة، وهنجيب قرنين فلفل حلو، هنقطعهم زي ما انت شايفة كده شرايح صغيرة، وبعد كده نعملهم مكعبات صغيرة كده. هنجيب اللحمة المفرومة بتاعتنا، ننزل عليها في طاسة كده، ونشوحها بمعلقة زبدة كده. ممكن تشوحيها عادي لأن يبقى فيها دهون، ونفضل نقلب كده لغاية ما تغير لونها. ننزل بالبصل بتاعنا والفلفل، ومعلقة توم مهروسة، فصين توم كده تبقى هرساهم قبليها، ونسيبها على نار متوسطة لمدة 5 دقايق كده. دي هتبقى النتيجة بعد ما ساحت الدهون بتاعتنا بتاعت اللحمة المفرومة مع البصل والفلفل والثوم. هنجيب طماطمتين، هننزل عليها كده ايه، قطع صغيرة بمعلقة صلصة كبيرة، ونقلب بردك، ورشة ملح صغيرة، ورشة فلفل اسود، ورشة شطة أو بابريكا لو عايزة تستخدمي، بتدي لون حلو الأكل. وننزل بنص كوباية مية عليهم، وهنغطيها ونسيبها لمدة 3 دقايق. هتبقى النتيجة كده الحشوة جميلة وريحة جميلة زي ما انت شايفة كده. هنجيب صينية خضار بتاعتنا، وهننزل عليها باللحمة المفرومة زي ما انت شايفة كده. بعد ما نفرد الخضار بتاعنا طلعناه من الفرن، هننزله باللحمة المفرومة بتاعتنا كده. وهننزل برشة جبنة موتزاريلا، جبنة مشكل جبن زي ما موجود عندك. في جبنة تركي مبشورة بردك بتدي طعم جميل فوق الجبنة الموتزاريلا. وهنحطها في الفرن تاني لغاية ما الجبنة تدوب فوق الخضار بتاعنا، وهتكون النتيجة زي ما انت شايفاها كده بالشكل تاني خلال 10 دقايق. نديها رشة بقدونس كده خفيفة، وتتقدم لازم تقدم سخنة وهي طالعة من الفرن كده. نقطع كده وهتكون بص النتيجة عاملة ازاي، حاجة في قمة الروعة. جربيها مش هتندمي، من الطرق الجميلة جدا وموفرة واقتصادية بصراحة. نص لحمة مفرومة، حبة خضار، هتعملي أكلة جميلة. ورجاء المشاركة والمتابعة، وبألف هنا وشفا.